ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم كانت حلوه وحادق مع المسيه. النهارده هنفرز خضره المحشي. انا لسه كنت شايلاها في من شهر كده ولا شهرين، والصراحه هشيل تاني علشان انا كل ما بفتكر الصيف. الخضره كانت فظيعه في الصيف اللي فات. انا معايا حبه خضره محشي بس يكونوا طازه كده وحلوين زي ما انتم شايفين كده. انا لسه جايباهم. في ناس كانت بتسأل ايه الفرق بين الكزبره وبين البقدونس. هوريكي الكزبره من البقدونس. ديت الكزبره. بصوا الورقه بتاعتها يا جماعه اهي. بصوا حبايبي، بصوا ورقه البقدونس بقى. يعني غيرها خالص. بس انا عايزه اجيب لكم ورقه كبيره عشان تبقى باينه قدامكم زي ورقه البقدونس كده. بصوا اهي يا ربي، اهي واحده كبيره كبيره. بصوا اهي ديت اهو كده. الفرق بين الكزبره والبقدونس، دي الكزبره وده البقدونس. بصوا البقدونس ورقته عامله ازاي. بصوا البقدونس اهو كده، دي ورقته، والكزبره ورقته دي كمان. الكزبره بصوا بتلمع ازاي. مش عارفه باينه عندكم ولا لا عشان لسه طازه ولسه جايباها جديده. بصوا ديت بقى البقدونس ده الفرق بينهم. انا هبتدي معايا طبق هنا فيه ماء، فيه ميه، وفيه معلقتين خل كده، يعني شويه خل كده حلوين على قد الخضره اللي عندك على قد الميه. يعني انا حاطه حوالي ربع كوبايه خل. هبتدي بقى اجيب الخضره وانضفها كده معاكم. بصوا هجيب الخضره كده، هفكها كده. في ناس ما بتحبش العروق اللي فوق دي، بس انا بصراحه لما بلاقيها طريه كده، بصوا مش شايخه، طريه جميله باخدها. لا ساعات بتبقى شايخه، بس ده لسه مش دلوقتي. ده انسب وقت دلوقتي تحضري فيه او تخزني فيه خضره المحشي من غير ما يكون فيها اي شيخان. يعني بصوا حتى التخينه دي، بصوا بصوا من جوه فيها ميه اهي، ميه. دي مش شايخه. وعلى العموم لو تحبي تتخلصي منها تقدري تتخلصي منها، لكن انا طول ما هي طريه كده مش برميها يعني. لا بقطعها وبخزنها معايا، بس بقطعها رفيع خالص يعني. بقطعها احجام صغيره شويه كده، هتنشف يعني شويه كده، شهر ولا حاجه كده. الخضره هتنشف، هتيجي تكسري دي هتلاقيها كده مش بتتكسر معاكي، هتلاقي ما فيهاش ميه من جوه. بصي دي فيها ميه ازاي، هتلاقوها من جوه شايخه. دي بقى في الوقت ده تقدري ترمي العيدان دي او السقام بتاعه الكزبره والبقدونس. اما دلوقتي براحتك بقى، لو عايزه ترميها ارميها، مش عايزه ترميها ما ترميهاش. انا عايزه اوريكم بس انا خزنت الخضره ليها شهر عندي كده اهوت. عامله ازاي معايا في التلاجة. بصوا الخضره عامله ازاي يا جماعه في التلاجة. بصوا بصوا خضرها زي ما هي، خضره زي ما هي. انا بحب اخزنها كده. بصوا اهي. انا عايزه لو حته تسيح هتبين لكم الخضار بتاعها. بصوا الخضار بتاعها خضره زي ما هي اهي اهي. لكن اهم حاجه ان هي ما تفكش من التلج. انا دلوقتي هخزنها معاكم تاني واقول لكم على التركه اللي بتخليها خضره كده زي ما هي. بصوا خضرها يا جماعه اهو. بس هي كده خلاص المفروض تدخل في الفريزر تاني، ما تفكش من التلج. بصوا هي خضره زي ما هي، زي لونها الطبيعي اهي، زي لونها الطبيعي بالظبط. يلا بينا بقى ننضف كل الكميه اللي معانا دي ونرجع نشوف هنعمل ايه. اهم حاجه وانت بتخزنيها لو لقيتي حاجه صفرة كده تطلعيها وتتخلصي منها، ما تخليهاش هي الورقه بس، مش العود كله. انا زي ما قلت لكم هي طازه، انا لسه جايباها دلوقتي. انا بنضف وبحط في الصحن اللي قدامي قلت لكم فيه ميه وخل. بصوا اهي كده. ده الشبت بقى اهو، برضو الشبت اخضر وجميل اهو. بصوا احط كده في الميه. اهم حاجه تتخلصي من اي حاجه صفرة فيها لو جبتيها فيها اصفر، علشان مش بتدي طعم. هي زي قلتها الصفرة ديت، زي قلتها خلاص تعتبر نشفت يعني من الميه بتاعتها او الريحه بتاعتها. فانا بس تنضفي لو في بصي اي خضره كده او اي حشايش كده تحسيها غريبه يعني اهي، بتطلعيها طبعا مش بتخليها. بصوا اهي اهي. بصوا دي حاجه ما تخليهاش طبعا. هبتدي بقى ايه اكمل انا الكميه كلها. انا بس قلت اقول لكم تشيلوا الحاجه الصفراء اللي فيها او اي خضره غريبه يعني مش عاجباكم. خلي بالكم وانتوا بتنقوا الخضره حبايبي. بصوا بيبقى فيها حاجات مش من الخضره ديت، مش عارفه ايه، حشيش يعني، الحشايش اللي بتطلع في الارض ودي. بصوا لا كزبره ولا بقدونس، فخلي بالكم منها. طلعوها طبعا. انا غسلتهم غسله حلوه قوي وصفيتهم من الميه، حطاهم في المصفى. لو هتخزنيها في الفريزر لازم تنشفيها. ممكن تحطيهم في فوطه نظيفه عندك او مفرش كبير او ملايه كبيره على حسب الخضره ما تشيل، وتنشفيهم كويس جدا من الميه. ده سر خضرها اللي هتفضل بيه خضره. يبقى ما تنسيش ابدا ابدا وانتي بتفرزين الخضره ان انتي تنشفيها كويس. ممكن تركنيها يوم بطوله كده في الفريزر
من غير ما في التلاجة قصدي تحت علشان تنشف من المية. اما لو كنت هتفرزنيها على طول فلازم تحطيها في فوطة نظيفة او ملاية نظيفة كبيرة وتنشفيها كويس جدا، وبعد كده تعبيها في اكياس. انا في العادة بسيبها في التلاجة من تحت يوم يعني او ليلة كاملة، بتتصفى من المية وبتنشف في التلاجة. لكن انا دلوقتي هقطعها على طول عشان انا هاخد منها دلوقتي واعمل محشي. تاني يا جماعة، ضروري لو هتشيلوها في الفريزر تنشفوها من المية، ضروري ضروري زي ما قلت كده. انا هقطع دول كده، انا مش عاوزاهم دول الحبة اللي بيبقوا من فوق، وهبتدي اقطع كده رفيع خالص او صغير خالص، اللي هو العروق دي مادام هتخليها لازم تقطعيها صغير جدا اهو. بصوا، وهاتي سكينه حاميه عشان تنجزي بسرعه وتخلصي. بصوا اهو كده، اكمل كل الكميه اللي انا مش هستخدمه هحطه في التلاجة من تحت ينشف من الميه يوم كده ولا حاجه، زي ما هو كده متقطع كده. وبعد كده هعبيه في الكياس زي ما وريتكم. عبي على قد طبختك بس. الخضره وانت بتستخدميها ما تخليهاش تفك على طول، تطلعيها من الفريزر تحطيها على الرز على طول وتقلبيها يعني وانت بتعملي المحشي. ما تخليهاش تفك من التلج، علشان لو فكت من التلج هتسود معاكي وهتبقى دبلانه كده وشكلها مش حلو خالص. هتحطيها على الرز او على الصلصه لو انت بتحطيها على الصلصه وتستخدميها على طول. خلاص اتفقنا. يبقى خزنيها زي ما قلنا من غير ميه. اي حاجه تتخزن في الفريزر تبقى من غير ميه، ما فيهاش ميه. الميه بتخليها تربي تلج، والتلج بيبوظها، بيخليها تسود وتدبل وبتبوظ مننا. سر خضار وحلاوه الخضره او الخضار اللي تخزنيه في التلاجة ان هو يكون مغسول كويس وما ياشف من الميه اللي فيه، ويكون كمان خضار طازه. ما ينفعش تجيبي خضار مش طازه وتحطيه في الفريزر، مش هتيجي نتيجه حلوه. خلاص انا هكمل الكميه بقى وخلاص كده. عايزه اقول لكم بس لو هتقطعوا العيدان تقطعوها رفيعه كده، بصوا مش كبيره عشان يعني ما تبانش في المحشي. كمان عايزه اقول لكم زي ما تجيبوا كزبره تجيبوا بقدونس، عشان في ناس بتوع خضار بيدوكي كزبره اكتر من البقدونس، عشان البقدونس بيبقى مطلوب في السلطه اكتر. لا انت تخلي الاثنين قد بعض، يعني اديكي حزمه وحزمه، حزمتين وحزمتين. كمان الشبت هو اللي بيدي ريحه الشبت هنا معايا جميله احلى من ريحه الورد، علشان كمان هو طازه. فلما كمان تجيبي خضره المحشي تخلي بالك من الشبت، ما يديكيش عودين وخلاص. لا زي ما يديكي حزمتين يديكي حزمتين حزمتين، يعني تقولوا له عايزه 2 كزبره 2 بقدونس 2 شبت، عشان تخلي ريحه المحشي مفحفحه وجايبه اخر الدنيا. خلاص اتفقنا. عشان تعرفي تشتري بس الخضره، لان ساعات ابعت عيل يجيب لي يعني من الولاد يجيب لي، فبيديله مثلا واحده كزبره 2 كزبره وواحده بقدونس وعودين 3 شبت كده، يعني مش بتبقى كتير خاصه في الشتاء. في الصيف لما بيبقى مفيش خضره. خلاص اتفقنا. ايه اللي بيطلع الريحه بتاعه المحشي؟ الخضره الكتير. كتري خضره في المحشي تطلع ريحته لاخر الشارع. كمان الاساسيه في خضره المحشي هو الشبت، وتخلي البقدونس قد الكزبره، وتكتري الشبت شويه عشان ريحه المحشي هو اللي بيدي الريحه للمحشي. هو الشبت الصراحه، يعني ريحته بتبقى عامله زي ريحه الاعشاب العطريه كده يعني، وهي بتغلي مع المحشي. ماشي، حبيت اقول لكم بس عشان بتاع الخضار ما يضحكش عليكم. في ناس تقول لي انت شايله ليه خضره كتيره كده في كيسه المحشي، في كيسه الخضره اللي مخزناها يعني. هقول لك انا بحب المحشي خضرته كتيره. كل ما تكتري خضره في المحشي كل ما تطلع له ريحه ويبقى طعمه حلو، وكمان يبقى محشي فيه ريجيم شويه يعني تحطي على كوبايه الرز كوبايتين خضره كده، هتلاقي الخضره كتيره، هتاكلي وهتشبعي. والخضره على فكره بتشبع، وتاكلي بتشبعي. وكمان ايه يعني عايزه اقولك هيبقى ريجيم، مش هتملي بطنك رز ونشويات، لا هيبقى فيه خضره كتير هتاخد حيز من المعده، وكمان مش هتخليكي تتخني. يعني الخضره اساسي في المحشي من ان هي ما تخليكيش تتخني، فكتري خضره على قد ما تقدري، بتدي طعم وريحه حلوه، وكمان مش هتتخنك. عشان كده انا بحب اشيل الخضره كتير كتير. دي تاني مره اشيلها او تالت مره الصيف ده الشتا ده. فعلشان كده انا بكتر في المحشي خضره، يعني انا بحب الخضره بتاعه المحشي تكون كتيره كلها بقى على بعضها، كزبره وشبت وبقدونس، علشان ناكل براحتنا شويه، يعني مش كتير قوي يعني. اهيت الخضره انا اتفقت معاكم ان انا هحطها في التلاجة، يعني انا هاخد منها دلوقتي اعمل محشي. او فرزنت معاكم الكرنب وفرزنت معاكم الطماطم،
صلصه جميله سميكه وتقيله وحمرة، حتى لو كانت قرعه. شوفوا انا عملت لها ايه علشان تبقى حمرة كده للمحشي. وكمان اديني فرزنت معاكم الخضره، فهتبصوا تلاقي المحشي معاكي يا دوبك تطلعي بس من التلاجة وتحطي على الرز وتحشي، هيبقى المحشي معاكي سهل جدا. خزين الخضره وخزين الحاجه دي هتبقى جميله معاكي وتسهل عليكي الدنيا. انا زي ما قلت لكم انا مش هفرزنها دلوقتي، بس انا هوريكم كيس واحد بس، لكن انا هاخد منها اعمل محشي وبعد كده احط باقي في التلاجة يوم كامل او ليله كامله او يوم بليله، مش هيحصل لها اي حاجه وهي متقطعه كده تنشف من الميه. طبعا هحطها في مصفى، يعني انا هاخد منها وهرجع احطها في المصفى علشان خاطر تصفي الميه اللي فيها كويس. انا هحطها في المصفى اللي زي دي كده. وبعد كده ابقى اعبي الباقي يعني. بس بصوا بقى كده عشان نفرزن الخضره، هتحطي كده على قد ما انت بتستخدمي. زي ما قلت لك كتري خضره في المحشي، هتلاقي الخضره معاكي جميله، هتلاقي المحشي معاكي جميل 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 وجايب ريحته لاخر الشارع. على فكره سر المحشي مش في البهارات بس كمان، لكن في الخضره بتاعته كمان ان هي تكون كتيره. بصوا لازم بقى تطلعي منه الميه الهواء كله عشان تفرزنيه. بصي اهو تضغطش عليه كده اهو كده، وايدك اللي فوق توسع كده. بصوا لازم تطلعي منه كل الهواء، ولازم تستخدميها وهي متلجه اهو كده اهو. بصوا انا طلعت الهواء كله. هتيجي بقى اربط، يعني هتحطي الكميه اللي انت عاوزاها. ممكن تخزني على قد كل كوبايه، يعني دول يتحط على كوبايه رز. خزني بقى على قد كوبايه رز. انت هتعملي كوبايتين تحطي كيسين من الخضره. ماشي هي كده بتتبط، يعني بتسويها بقى كده، مش هتاخد معاكي اي مكان في الفريزر اهو. هتفضل زي ما هي زي ما وريتكم. يا رب تجربوها وتخزنوها. عقبال كل سنه وانتم طيبين وبخير، والخير كله عندكم يا رب. ما تنسوش تعملوا لايك يا حبايبي للفيديو، واللي ما اشتركتش في القناه يسعدني اشتراكك. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله مع حلو وحادق مع المسيه. باي.